الأهلي يعلنها صفقتي المهاجم الأجنبي وإمام عاشور يمنعون من التعاقد مع أشرف بن شرقي. رسميا حسم النادي الأهلي موقفه من إمكانية التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي. أكد النادي الأهلي على أنه في البداية كان في كلام على ضم المغربي، ولكن بعد اقتراب الأهلي من ضم مهاجم أجنبي سوبر هيدفع فيه دولارات، زائد إمام عاشور برضه هيدفع فيه دولارات. وعلى فكرة الأهلي بيقول أنه مش هيدفع المبلغ الكبير اللي بيتقال في الإعلام ده، لأنه من الأساس ميتلاند ما اشتراش إمام عاشور من الزمالك زي ما أعلن مرتضى منصور ب3 مليون دولار. لا، ميتلاند اشترى تقريبا 2 أو 1.5 مليون دولار فقط من الزمالك. عشان كده الاهلي برضو مش هيدفع المبالغ الكبيره اللي بتتقال في الاعلام دي 3 و4. لا، الاهلي اخره 2 مليون دولار يدفعهم عشان يجيب امام عاشور، بالاضافه الى صفقه المهاجم الاجنبي المنتظر. كل الصرف ده في الدولارات سيمنع النادي الاهلي من التعاقد مع اشرف بن شرقي.